السلام عليكم. الحلال والحرام في مدرسة أهل البيت في زمن الغيبة الكبرى ناخذ حصرا من الحوزة العلمية الشريفة المتمثلة بالمراجع العظام، حفظ الله من بقي منهم ورحم الله من مضى إلى جنات النعيم. أما البرامج التلفزيونية اللي يوميا طلعت لنا معمم شكل، يوم عذاب قبر ماكو، يوم الغناء حلال، يوم المراقد مدري ايش بيها، فهذا الكلام كله ما له قيمه. فاذا كنت مؤمن حقيقي لازم تاخذ حلالك وحرامك من العلماء الاجلاء المستوفين للشرائع، لان العالم بالحوزه العلميه دراساته دقيقه ومعمقه، وما ينطيك حكم بحلال او بحرام الا يقف على الدليل. والاهم من هذا كله هدف الفقهاء أن يوصل الناس إلى بر الأمان ويفتي بشيء يرضي الله ويرضي رسوله. أما اللي يطلع بالقنوات ويفتي بخلاف ما تفتي به الحوزة فهذا تشويش واضح للمؤمنين ودعم واضح للمنحرفين. فأنت عزيزي إذا اتبعت هاي النماذج وأخذت منهم فتذكر أنت الخسران الوحيد بالدنيا قبل الآخرة. الله يجعلكم من المتمسكين بالحوزة والمراجع العظام في زمن الغيبة الكبرى ويقيكم